يا صباح الخير عليكم يا أحلى متابعين وأحلى صحاب. النهاردة بقى صحينا على إيه؟ على البيتزا. الولاد امبارح طول الليل يا ماما لما نصحى الصبح بالله عايزين بيتزا. قلت يا جماعة اليومين دول الدنيا غالية والأسعار بقت حاجة خيالية. البيتزا دلوقتي بتكلف، لا يا ماما عشان خاطرنا أعمل لنا بيتزا. طبعا صحيت الصبح هنعجن مع بعض عجينة البيتزا، لأن في ناس كتير كتبولي وبعتولي عايزينك يا أم صابر لما تيجي تعملي البيتزا تعملها لنا وتشرحها لنا بالراحة، عايزينك نشوفك وانت بتعمليها، لأن احنا متعودين ما بنيجي نشوفها بنلاقيها سريعة مع أي فيديو، فاحنا عايزينك تشرحيه دلوقتي. زي ما انتوا شايفين هي دي البيتزا البيت اللي احنا بنعملها، أحسن من نشتري بيتزا من برا ونكلف نفسينا. البيتزا دلوقتي ب150 جنيه و100 جنيه وأقل من دي في الحجم. معلش سامحوني عندي برد. وعملنا البيتزا بحاجات بسيطة وما كلفتش معانا وبنفرح ولادنا. طبعا حسب الكمية اللي انت عايز تعمليها. انا كنت عاملة 2 كيلو دقيق، وكان عندي النور في اليوم ده فاصل وشغال على الكشاف، فسامحوني على الإضاءة. هنا نزلت بال2 كيلو دقيق زي ما انتوا شايفين، وهنبتدي بقى ننزل بالمقادير بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها. والله وحشتوني وحشتوني، لان كلكم بتقولوا انتوا فين ومش ظاهرة ليه. شوية ظروف والحمد لله رجعنا تاني. وهنا نزلنا بالملح ونزلنا بالخميرة، بس نوع الخميرة اللي انا استعملته ما كانش كويس خالص، وقلت لبنتي ترجع بقية العلبة اللي هي جايباها. في نوع من الخميرة كده بتبقى الكيس لونه أحمر، ما شاء الله عليه بيخلي الحاجة جميلة جدا تحفة. ونزلت بالبيكنج باودر بس ما تركوا الإضاءة، ونزلنا بالزيت واللبن وعملت العجينة بتاعتي. وهنا قطعنا الطماطم وبنقطع في الفلفل اللي أنا هستعمله لحشو البيتزا. هي الإضاءة بس والنور يوميها كان صعب معايا شوية. وهنا قطعت التوم، محدش بقى يقول حاجة على المبشرة بتاعتي الصغيرة دي على قدي. بشرت شوية توم والباقي قطعته عشان يدي ريحة وطعم جميل. لو انت عندك جبنة في التلاجة، عندك لحمة مفرومة، عندك سجق فاضل من الولاد، عندك قطع فراخ أو صدر فرخة أو ورك فرخة فاضل، استعمليه قطعيه حتت صغيرة واعمليه زي نظام الشاورما، ونقدر ان احنا نعمل بيه بيتزا، ونقدر ان احنا نمشي بيه اليوم اللي هيكون فيه الحاجات دي فاضلة عندنا في التلاجة. معلش يا جماعة والله يعني عارفين البرد اليومين دول. وانا كنت جايبة سجق، دي الحاجة الوحيدة دلوقتي اللي سعرها هادي شوية. جبت سجق، جبت كيلو سجق عشان استعمله عشان يعمل معايا كمية كويسة تكفي الولاد. لو انتوا طبعا 2 في البيت أو 3 أو 4 بتجيبوا على قد الكمية. ولو مفيش ومش هنجيب، زي ما قلتلكم أي حتة فرخة فاضلة، لو حتة لحمة فاضلة في التلاجة، جبنة فاضلة هنعمل منها بيتزا، أي حاجة موجودة بنمشي نفسينا بيها ونعمل بيها بيتزا للولاد ونفرحهم، وبنتعشى بيها، بنفطر بيها، بنتغدى بيها، حسب ما انتوا عايزين. وهنا كان عندي كفتة. طبعا انا مش هحمر الكفتة وارجع احطها، لا انا بقطعها قطع صغيرة مع السجق، بتدي طعم جميل جدا. لان انا طبعا كنت بطلع الاوردرات بيتزا بكمية كبيرة، وكانوا دايما يقولوا لي هي طعمها حلو وفيها نكهة حلوة، وكانوا بيحبوا يعرفوا مني ايه اللي موجود فيها. بس بصراحة ده شغلنا وما كنتش بقول على اللي موجود. دلوقتي انا شرحت لكم، لان في ناس كتير كتبت لي احنا عايزين طريقة البيتزا، ان الولاد عندنا
بيسألونا إحنا عايزين بيتزا من برّه منقدرش نجيب، هنجيب لشخص والّا 2 والّا 3 والّا 4 ولو إحنا عيلة هنجيب إزاي ده كله؟ مش هينفع، إحنا ممكن من 2 كيلو دقيق لو إحنا عيلة كبيرة ولو شخصين أو 3 من نُص كيلو دقيق نعمل بيتزا جميلة جدًا. وأنا هنا في الفيديو عملت بيتزا كبيرة ما شاء الله حجم عائلي، وبرضه كان قصة الكهربا تفصل وتيجي دي أثّرت معايا في التصوير خالص. أول ما بانزل بالزيت في صينية كبيرة، أي صينية عندِك بتعملي فيها الحلويات، بتعملي فيها المأكولات، ما تخافيش عليها مش هيحصل لها حاجة ولا هتتحرق، انزلي فيها بشوية زيت، خدوا بالكم من الزيت بقى اليومين دول، وسمنة بسيطة، وانزلي بالسجق بتاعِك وبالكفتة أو اللحمة أو الفراخ أو أي حاجة موجودة عندكم، وعليها التوابل الفلفل الأسمر، القرفة، الكمون، الملح الأبيض، حسب ما انتِ عايزة تحطي من توابل وحسب ما انتِ بتحبي. هنا بعد ما خدت تشويحة كده كنت أنا طبعًا مجهزة معاكم الطماطم والبصل والفلفل والتوم، ونزلت بيهم عليهم. أنا مش هانزل بالطماطم والبصل والفلفل الأول، لإن لازم نوعية اللحمة أو نوعية الفراخ أو نوعية السجق اللي معاكِ تاخد صدمة كده في الأول، فطبعًا في الزيت والسمنة عشان ما يكونش ليها ريحة زفارة أو أي حاجة وحشة، كده بيبقى طعمها جميل جدًا وتحفة، ما شاء الله مش قادرة أوصف لكم الريحة، الولاد كلّهم واقفين حواليّا لسه ما استوتش ومش متأكدين طب إزاي الريحة دي جاية منين، عايزين ياخدوها، وبالراحة كده في التقليب عشان ما فيش حاجة تتهري مننا، زي ما أنتم شايفين باجيب من المعلقة من تحت لفوق عشان ما احاولش إن أنا أهريها، وبكده بابتدي بقى إن أنا أغطيها عشان تستوي، ما بتقعدش معايا يعني أكتر من 10 ربع ساعة، سامحوني على الإضاءة. وهنا العجينة خلاص اتخمرت، هابتدي إن أنا أعمل بيها المقادير اللي أنا هاعمل بيها البيتزا على حسب العدد اللي أنا عايزاه. شايفين العجينة ما شاء الله فيها لمعة جميلة وبتنور إزاي، بس زي ما قُلت لكم مش هانصحكم إن أنتم تستعملوا نوع خميرة مش حلو، لأن نوع الخميرة اللي أنا استعملته يوميها ما عجبنيش خالص، ما بينفش معايا العجينة باللي أنا عايزاه، يعني تحس إن الخميرة أصلًا مش خميرة، فعشان كده دايمًا دوروا على نوع الخميرة قبل ما تستعملوه في العجينة. زي ما أنتم شايفين أنا عاملة كبير وعاملة صغير، الحجم الكبير ده باعمله حجم عائلي والصغير خالص ميني بيتزا، واللي في النُص طبعًا على حسب أفراد العيلة. هنا أنا شِلت الغطا ورفعته من على الصينية بأي حاجة غطّى الصينية، لو ما فيش غطا هيجيب الصينية بأي صينية تانية يغطّيها، هي كده خلاص استوت معايا، أنا مش عايزاها تدبل معايا خالص، أنا عايزة البصلة زي ما هي والفلفل، بس بصراحة اللي زعّلني في اليوم ده إن أنا بعتّ على يا الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بعتّ على الزيتون الأسمر وما لقيتش زيتون أسمر في المحلات خالص، كُلّه لقيته زيتون أخضر، وأنا بصراحة يعني إحنا من النوع اللي بنعشق ألوان الزيتون في البيتزا، بيدّيها شكل برضه تاني جميل، وطعم الزيتون في البيتزا حلو، أنا في ناس كتير قالوا لي وبعتوا لي على الخاص إن إحنا ما بنحبش الزيتون أصلًا عمومًا ما بناكلهوش، فمش بنستعمله في البيتزا، بلاش منه خالص حسب ما أنتِ عايزة. أنا هنا نزلت بالصلصة، الصلصة دي أنا ما اشتريتهاش من برّه، أنا استعملت هنا طماطم، كان عندي طماطم قطّعتها وحطيت معاها توم وبصل وكوباية مَيّة صغيرة بتاعة شاي، ولعت عليهم على البوتاجاز وحطيت عليها التوابل، الفلفل الأسمر، الكمون، القرفة، الملح الأبيض، ونُص معلقة سكر صغيرة، وعملت الصلصة بتاعتي في البيت بدل ما أطلع أشتري برطمان دلوقتي يكلّف ويعدّي ال15 جنيه، أنا ممكن ب5 جنيه أعمل حاجتي كلّها في البيت. وبرضه نفرّح ولادنا ولو جايين نضيف، وأنا دلوقتي النهارده الظروف إحنا آخر الشهر أو النهارده الظروف مش هي، ممكن نقدر نمشّيها من عندنا من البيت ونتصرّف وييجي ضيفنا وينوّرنا ويتغدى أو يتعشى معانا، وإحنا نقول إن إحنا كنا عاملين البيتزا لينا ولولادنا وهتعجبهم جدًا،
لان انتوا عارفين اسعار البيتزا من دول. طبعا دي الميني بيتزا الصغيره اللي انا عملتها بقى ليه، هقول لكم ليه. عشان عندي الولاد لغايه ما بتطلع البيتزا من الفرن كل واحد عايز بقى حته واللي عايز يدوق، فانا بديهم ميني بيتزا دي يصبروا بيهم نفسيهم لغايه ما تطلع البيتزا من الفرن. جميله جدا، ولو ما عندكيش دي يكفي وعندك كميه بسيطه ممكن تعملي منها كميه ميني بيتزا جميله جدا ليكوا ولولادكم. طبعا زي ما قلت لكم انا نزلت هنا بالسجق والكفته في البيتزا، بس ما كانش عندي زيتون الاسمر فاستعملت الزيتون الأخضر. الزيتون الأسمر بيدي لون كده وشكل جميل للبيتزا. في طبعا كل واحد وزي ما بقولك كده حسب شغله، كل واحد حسب ما بيستعمل الحاجة وبيحبها. في ناس بتقطع القرون الفلفل صحيحة والطماطم والبصل وبترجع تحطها على البيتزا من فوق. أنا بصراحة مبحبهاش نية، أنا بحب أحطها مع الحاجة اللي أنا هحشي بيها البيتزا مهما كانت هي، بس بخليها بسيطة مخليهاش تدبل معايا، بخليها ظاهرة معايا. بس ما قلتلكم أنا كان عندي الكهرباء قطعة وشغالة على الفلاش بتاع الموبايل، فعشان كده الإضاءة معايا ضعيفة. وأنا من النوع اللي متعودة دايما أجيب أنواع الجبن كلها وأحطها عندي وأعينها لأي ظرف. في اليوم ده بصراحة ما كانش عندي ولا جبنة شيدر ولا جبنة موتزاريلا ولا أي نوع جبنة. بعت بنتي جابت كيس جبنة صغير، هو مكان يعني ممكن ربع كيلو على ما أعتقد. وهنا جبت الصينية وبسن زيت بسيطة في الصينية مع معلقة سمنة، خلطة الاتنين مع بعض في الطبق وابتدي أنزل. مش عارفة بصراحة طب كويس أهو تصوير البيتزا الكبير العائلي إجا أنا بحسبه ما كانش موجود. وعملنا البيتزا ما شاء الله، العجينة ماشية معانا ما شاء الله عليها. البيتزا الحلوة دي لوحدها ممكن تكفينا احنا وولادنا لو احنا يعني عددنا بسيط، ولو عددنا كبير ممكن نعمل منها 2 وبرضه هيكفينا. بتعمل معاكي شرايح جميلة جدا حسب ما انتي بتقطعي. وهنا حطيت الصلصة الموجودة ونزلت بكمية الحشو بتاعنا اللي هو عبارة عن السجق والكفتة. صلوا على النبي يا جماعة وتعالوا بقى نشوف الجمال والريحة والحشو اللي احنا نازلين بيه في صينية البيتزا بتاعتنا. ايه رأيكم؟ والفلفل باين ما هو ظاهر معانا والطماطم حلوة والبصل حلو بس مستوي ميبقاش ني معانا. وفي ولاد من ولادنا ممكن يجي ياكلها يروح شايلها من وسط البيتزا يقولك طعمها مش حلو يا ماما. لكن لما تستوي مع الحاجة مهما كانت اللي احنا عاملينه في حشو بتاخد ريحة اللحمة أو بتاخد ريحة السجق، بتاخد ريحة الكفتة، بتاخد ريحة اللي احنا عاملينه، وبيبقى طعمها جميل والولاد بياكلوها من غير ما يحسوا وبيبقى استفادوا. وهنا نزلت بالزيتون الأخضر، لو مش حابة زيتون خالص بلاش برضو منه. دلوقتي لو أنا ما عنديش جبنة موتزاريلا أو الظروف معايا مش تسمح إن أنا ممكن أبعت أجيب دلوقتي جبنة، ممكن أعمل إيه؟ لو عندي حتت قطع رومي فاضلة في التلاجة، جبنة فيتا، جبنة من العادية، حتى لو جبنة حادقة من البيضة مش هيفرق. ممكن إن احنا الجبنة الحادقة من البيضة دي بنعمل فيها ايه؟ طب ما هي حادقة حادقة يا أم صابر ازاي نحطها على البيتزا؟ هقولك أنا بجيب معلقة مية سخنة وانزل بيها على الجبنة في كوباية واقلبها وابتدي ان انا اوزعها على البيتزا من فوق. بتدي طبقة جميلة وبتدي طعم جميل ومش بتدي الحدقان اللي انت بتخافي منه. والرومي بقطعه شرايح